طبعا الفترة الأخيرة دي كلنا شفنا مشاكل كلها مرتبطة بالأطفال. تحرش، اغتصاب. البنت اللي اغتصبوها في الجامع في رمضان وقالوا عليه ده مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة. والطفل ياسين المشكلة الكبيرة اللي حصلت معاه المدرس. طبعا كلنا خايفين دلوقتي، كل أم بتسأل نفسها أنا ازاي أحافظ على ابني، ازاي يعني أضمن ان هو ما يحصلوش حاجة. تعالوا نتكلم في كل الحاجات دي، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. بحبكم في الله. بصوا هقول لكم حاجة حلوة قوي. انا كتير كنت بقول لكم ان انا كان تدريبي دايما في مدرسة اطفال، هي سنة بس كان في مدرسة اطفال، وكان في المدرسة دي كان في مشاكل كتيرة بتحصل، ان في تحرش والاطفال بيتحرشوا ببعض. حكيت لكم كتير وكنت كنت دايما يعني بوعيكم. ليه بقى؟ لان شفت الحاجات دي بعينيا، وكنت بقعد في وسط الاخصائيين وكده، كنا بنحل المشاكل دي. فكان اكتر المشاكل اللي بتحصل ان الاطفال بتتعرض للتحرش او هي بتعمل كده، ان هما بيبقوا شافوا حاجة غلط، او مثلا حد يقول انا شفت بابا وماما، حد مثلا يقول ده انا قريبي شفت عنده حاجة مش كويسة، التلفزيون مش عليه رقابة، الموبايل مش عليه رقابة. فالاطفال شافت الحاجة زي دي فبتعملها. هقول لكم على حاجه، انتوا عارفين ريتال بنت اخويا اللي بتطلع معايا اللي ساعات بتطلع معايا في الفيديو كده؟ شايفين دايما، مش ملاحظين ان الفتره دي ريتال كل ما افتح الكاميرا تعمل لكم باي وزي يحطوا لايك وكده؟ والله العظيم انا ما بقول لها اي حاجه ولا هي فاهمه اي حاجه. هي شافتني بصور بتعمل باي، بتعمل لايك زي ما انا ببدا الفيديو معاكم. انتوا فاهميني يا بنات؟ زي الحركات اللي انا بعملها بالظبط. طب اقول لكم على حاجه تانية، عارفين لما بدخل مثلا ان انا بلبس وعلشان بصور فباجي بحط روج؟ انتوا عارفين دلوقتي ريتال بتقولي اوج، يعني بتشاور على بقها ولازما تحط روج. ده انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ علشان دايما تخلوا بالكم من تصرفاتكم، من طريقه كلامكم. لما تبقي قاعده مع واحده صاحبتك او جارتك او اختك او مامتك، حافظي كويس من طريقة كلامك، من ما تشتميش، ما تقوليش ألفاظ، لأن الطفل ده بيقول الألفاظ دي في المدرسة. اعملي رقابة للتلفزيون، لو هو مثلا الطفل ده ليه أوضة لوحده هو وإخواته، خلي التلفزيون فيه قنوات محددة. واقول لكم على حاجه، ما تنيموش البنت جنب الولد، هم اخواته مش فاهمين حاجه، بس احنا في زمن بجد انا بحس ان القيامه هتقوم والله العظيم. يعني خلاص بشوف خلاص، يعني النت ده كله بقى رقاصين، الناس اللي بترقص. زمان ما كانش فيه الحاجات دي، ما كناش نعرف الرقاصين دول غير مثلا لو في فيلم لسعد الصغير ولا حاجه ولا الليسي فيجي لقطه كده. اما اللي بقى بيحصل على الفيس ومقاطع والحاجات دي، فالاطفال نفسهم كل واحده ماسكه موبايل وبتقلد، تلاقي البنت هي قرشانه في نفسها عندها 60-50 سنه كده بتتكلم زي واحده كبيره. بصوا يا بنات، للخلطه بتاعه المحشي دي انا خليت الطماطم تتسبك في البدايه من غير ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه. نزلت بالبصل، عليها فصين توم، عليها ملح وكمون وكزبره وشطه وبابريكا وفلفل اسود ومكعب مرقه. هدعك الحاجات دي كلها بايدي وهنزل بيها في الصلصه وخليهم يتسبكوا مع بعض. الخلطه دي في منتهى الجمال، طعمها حلو، لذيذه، خفيفه، وكمان حلوه قوي في الصيف. عايزه اقول لكم والله العظيم يعني جربوها، حلوه قوي. هتقلبي وتحطي طبعا شويه سكر عشان الحموضه وكيسين صلصه. المهم لو لقيتي اختك نفسها مش كويسه، طريقتها مش كويسه في الكلام، لو لقيتي اختك مش مربيه عيالها كويس، ما تقعديش عيالك مع عيالها. تحمي بقى ازاي عيالك من التحرش؟ لو انت مثلا بتوديهم المدرسه، كل الاطفال فاهمين كل حاجه، والله العظيم فاهمين كل حاجه. تيجي تعرفي ابنك او بنتك ممنوع الحته دي، حد مش هما بتشوفوا على الفيس عاملين مقاطع اغاني ان الحته دي غلط، البوسه دي غلط، دي البوسه الصح، الحاجات دي تقولي لها مثلا يا حبيبتي ممنوع مدرس او اي حد يلمس الحته دي، ممنوع حد يبوسك من هنا، ممنوع حد كذا. عارفين وصاحبوهم وهيجوا يقولوا لكم على كل حاجه. طبعا سؤال مهم يا غزل، دلوقتي بيقولوا التربيه الحديثه ان احنا مثلا ما نشخطش، ما نزعق لهمش، ما نعمل لهم اللي هم عايزينه. دي التربيه اللي مش عايزه اقول لكم الحديثه، دي التربيه المميته، التربيه اللي هي بوظت الدنيا دلوقتي، التربيه اللي خلت كل حاجه بايظه دلوقتي. اي طفل يعمل حاجه غلط انا بقولها لك، خديها مني انا، خديها مني انا،
خليكي شديدة مع طفلك، مش كل حاجة يقولك عليها تقوليله حاضر، مش كل حاجة يقولك هو عايزها هيعيط تديهاله، خليه يعيط لحد ما مصارينه دي تتعبه فهو يهدى من نفسه. والله العظيم الطريقة دي هي اللي بتربي، مش الطريقة التانية ان انت عايز حاجة يلا بتكلم مع حد، بتكلم مع بتاع، تعالى اتكلم في الموضوع يرد عليك يغلط فيكي، لا 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 لا، ما تعمليش كده. دي مش تربية حديثة ابدا، ما نقولش عليها، ليها يعني مسمى تاني كده ما ينفعش ان انا اقوله. لا، بنتك ما تسيبهاش عند حد، اختك عندها ولاد مخلفه ولاد ما تبيتيش بنتك عند حد، وعلموا ولادكم من صغرهم البنات ما تباتش عند حد، اختك بتثقي فيها ومحترمه ومؤدبه وست الكل وست الناس، بس ما تبيتيش بنتها عندك. ممكن ابنها ما يكونش متربي، ممكن ابنها بيعمل حاجه غلط امه مش عارفاه، ممكن تربيه اختك تكون سايبه شويه بتعمل حاجات معوداها لعيالها انت مش معوداها لعيالك، فاولادك هتدخلي معاهم في المقارنه، اشمعنى خالته ولادها بيعملوا كذا، اشمعنى خالته يعني بتجيب لهم كذا. ممكن انت تكون متجوزه واحد مش زي اختك مش مبسوط، فولادك هيبداوا يدخلوا في مقارنه، يبداوا يجي لهم حاله نفسيه من صغرهم. على فكره البنات اللي انتوا شفتوه من شويه ده حطيت حبه حبهان، انتوا عارفين بيودوا المحشي في حته تانية، واللحمه اللي احنا حمرناها دي هنحطها في المحشي من تحت، اللي هي بقى اللهم صل على النبي، معلش المقطع ده قبل جه كده قبل، حطيتها بحته سمنه وملح وفلفل اسود، ودي شرايح ستيك احطها في قلب المحشي. فركزوا يا بنات، ركزوا وشوفوا القنوات اللي عيالكم بيتفرجوا عليها، ما تخليش ابنك يعمل باسورد للموبايل، ولا قلت لك ولا ابنك ولا جوزك عامل باسورد انت اعرفيه. طول ما في حاجه اسمها باسورد مثلا لعيالك او لجوزك، يبقى في حاجه هو مش عايزها انت تشوفيها، وعيالك نفس الحاجه. فدايما الحاجه اللي هي بتبقى مغلقه قوي بيبقى وراها غلطات كتيره، خديها مني واسمعيها مني. واقولك على حاجه كمان، ما تحكيش لاختك عن ولادك وحشين حلوين، هتيجي في يوم من الايام وهتتعايري بيهم. لو انت بنتك دي كبرت وكان فيها مثلا مشكله وحكيتيها لاختك، اختك مش هترضى بيها. ابنك لو طلب ايد بنت خالته وابنك انت زمتي فيه لحد، مش هترضي بيه. وخلوا بالكم اللي بيعاير القرايب، اللي بيفرح في مشكله حد ومصيبه حد القرايب قبل الناس الغريبه، انتوا فاهميني؟ وده بيبقى في بعض المشاكل القريبة بتجيلك من القرايب. ده مش موضوعنا دلوقتي، بس شفتوا رتال ماسكه التصوير عايزه تحط الموبايل زي ما انا بعمل الرينج لايت قدامي، جايبه الرينج لايت الصغير وعايزه تعمل زي تصور. انتوا فاهمين الطفل قد ايه؟ لو قلتي كلمه وحشه ابنك هيرددها، لو قلتي عملتي اي حاجه ابنك هيعملها. لو جايبه مدرسين خاصه في عيالك في البيت، حاولي تحطي كاميرات. طب مش هنقدر على الكاميرات، اعملي اخوهم الكبير، انتي اقعدي، جوزك يقعد لو هو مدرس راجل يقعد معاهم يتابع، وتعرفوا وتفهموا ولادكم ان الاماكن دي ما ينفعش حد يلمسها، لو حد عمل لكم حاجه تعالوا قولوا لي وانا هجيب لكم حقكم، وفي نفس الوقت تجيبوا لهم هديه تشجعوهم علشان كل حاجه تحصل معاهم يصاحبوكي او يصاحبوا باباهم وييجوا يحكوا. اتمنى ان تكون انتوا استفدتوا من حاجه مني. والله العظيم يعني مشاكل كتير قوي بتحصل للاطفال دلوقتي، خلوا بالكم من عيالكم، وعشان الدنيا دي بقت وحشه تسمعيش كلام اللي يقولك اعملي تربيه حديثه ومش تربيه حديثه. لا، الشده حاجتين، الشده والفقر هما اللي بيعملوا بجد ناس كويسه. انتوا فاهميني؟ حبيت بقى اشارككم الموضوع ده، انا عارفه ان دي اكتر مشكله دلوقتي ممكن تعب كل الامهات. كل ام ابنها بيطلع او بنتها للمدرسه بتبقى خايفه مش عارفه تعمل ايه. مشكله ياسين، مشكله حاجات كتيره قوي في حياتنا. فعلى قد ما نقدر نساعد بعض، كل واحده عارفه حاجه نشارك بعض بيها. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم في الله، وده كان غدانا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا كنت خفيفه على قلبكم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.